انك مشروع بستين صغير؟ والله بجد ما تستغربش، ما هي الجبال معموله من ايه؟ من الحصى. سؤال بس، انت ايه رايك في الافلام الاباحيه؟ طبعا حرام. طب بتشوفها؟ لا طبعا. طب عيني في عينك كده. انت عاوز ايه يعني؟ عايز اقول لك اني معاك وحاسس بيك، بس انت في مشكله للاسف لو ما حلتهاش هتتحول لمصيبه. مش هتأذيك انت لوحدك، لا ده هتأذي كل اللي حواليك. عارف موضوع بستين ده؟ اكيد شفت الاخبار وقد ايه حسيت بقرف وانت بتسمع الكلام ده، وسألت نفسك سؤال اكيد، هي الناس بتعمل كده ليه؟ وهل في بني ادمين طبيعيين بيحبوا يعملوا كده؟ وقف هنا وتعالى نعمل بقى فلاش باك ونشوف الناس دي ازاي عملوا كده وليه بيعملوا كده. تعرف ان المجتمع الغربي ده كان شبه المجتمع بتاعنا زي باقي المجتمعات في العالم لحد من حوالي 100 سنه بس. الجنس ملوش الا طريق واحد بس شرعي وهو الزواج، ومتفق عليه ما بين البشر، واي حد بيمارس الجنس خارج اطار الزواج فده بيعمل حاجه وحشه. ازاي يا عم؟ ما بيوت الدعاره واماكن الميلاد موجوده على مدار التاريخ. بالراحه عليا كده، انا بقول لك الطريقه الشرعيه اللي صاحبها مش بيخجل ويقول انا عملت كده، لكن الاماكن اللي انت بتقول عليها ديت معروف ان اصحابها ناس منفلته، ونظره المجتمع للستات اللي بيعملوا الحكايه ديت وحشه جدا. خلي بالك بقول لك كل المجتمعات لحد ما ظهرت الاباحيه فتحول الانسان الغربي من انسان طبيعي لعبد الشهوه، وبدا يدور عليها في كل حاجه، عاوز طرق جديده ومختلفه لقضاء الشهوه لانه حاسس بملل، اصل هو جرب كل حاجه حلال او حرام، وبدا الموضوع يتطور معاه لحد ما وصل للشذوذ ثم للممارسات القذره اللي انت شفتها دي اللي مفيش حد عنده فطره سليمه يقدر يستحملها. طب ايه اللي عمل الناس دي كده؟ قولا واحدا الاباحيه. طب ازاي؟ تعالى بقى ناخد الموضوع من الاول خالص. هو يعني ايه اباحيه اصلا؟ الاباحي هو شخص بيتجاهل او حتى بيزدري الاخلاق المقبوله واشكال السلوك الطيب اللي بيرتضيها اغلب المجتمع. القيم والممارسات اللي بيعملها الاباحيين ديت بتسمى الاباحه، وهي تعد مذهب متطرف من اللذه والليبراليه. يعني الشخص الاباحي بيبدا ينحل تدريجيا من الاخلاق والقيم واحده ورا واحده لحد ما يتحول لانسان بلا قيم، بدعوى الحريه واللذه الشخصيه. يعني انا عاوز اوصل لاقصى متعه ممكن اوصل لها مهما كانت الطريقه، ومش مهم مين يتاذى في طريقه. تعرف ان علي عزت بوجوفيتش بيقول ان الفراغ الوجودي للحضارات بيؤدي بها للانحلال. يعني الانسان من كتر اشباعه ورغباته بيفقد قدرته على الالتزام بالميثاق الاخلاقي، بيكون اقرب للحيوانات. طب بدات ازاي وامتى الموضوع ده؟ الموضوع ملوش بدايه معينه، بس الارجح ان هو بدا مع التنوريين في فرنسا في القرن ال16. طبعا فرنسا دي معروفه بدعوى الحريه وان احنا احرار نعمل اللي احنا عاوزينه، لكن البدايه الحقيقيه كانت في القرن العشرين مع انطلاق مجله بلاي بوي اللي اسسها هيو هيفنر سنه 1953. سبق المجله دي الكتاب الشهير بتاع Sexual Behavior in Human Male ده للكاتب ألفريد كينسي سنة 1948. في الكتاب ده لأول مرة في التاريخ في كاتب بيتكلم عن الجنس وإن المتعة وإن الكلام عن الجنس عموما أمر عادي ومستحب وإن كل الناس ممكن تتكلم عنه بلا رقيب ولا حدود، عادي طبيعي جدا نتكلم عنه وما نخجلش من احتياجاتنا الجنسية. عايز أقول لك إن الكلام ده كان غريب جدا عن العالم، المجتمعات في العالم كله كان أغلبها محافظ مش بيحب قلة الأدب، فدلوقتي في حد بيقول لك ما تنزعجش، اتكلم براحتك، ما تخجلش من اللي عندك، أنت بتحب تمارس مع الأطفال، إيه المشكلة؟ عادي، دي مش حاجه تخجل منها. انت بتحب الشذوذ، عادي، دي مش حاجه تخجل منها. وطبعا الكلام ده لقى رواجه جدا مع الناس المريضه دي اللي كان ليها متطلبات غريبه ومقرفه. اول مره حد يقول لهم انتوا مش وحشين، انتوا مش غلطانين، واللي بتعملوه ده وبتعزوه حاجه طبيعيه. اللي عمله بقى هيو هيفنر بعديه في مجله بلاي بوي كانت كارثه الحقيقيه. مجله بلاي بوي دي كانت اصلا مجله عاديه بتجيب موضه، سياسه، اخبار، اقتصاد، بتعمل مقابلات شخصيه مع شخصيات عامه زي اي مجله منوعات. هو بقى عمل ايه؟ بقى جنب كل مقال او مقابله يحط صور بنات عريانه. فركز معايا بقى، انت بقى كقارئ يحصل لك حاجه اسمها تعود ان انت تشوف الحاجات الاباحيه دي قصاد الحاجات الطبيعيه اللي انت بتتفرج عليها، وتبدا تشوف المناظر دي حاجه طبيعيه في وسط يومك وانشطتك اليوميه. بعد فتره الاباحيه اتطورت، ففي السبعينات كان في افلام اباحيه بتتصور وبتتعرض في السينما في سينمات معينه، والناس تخش تقطع تذاكر وتتفرج. بس لا، عدد اللي بيخش السينمات ده قليل، اصل بصراحه برضو اي حد ماشي في الشارع لقى حد داخل المكان ده هيقول عليه انت داخل تعمل ايه، وهيبص له نظره وحشه. في الثمانينات بقى ظهرت اشرطه الفيديو ونزلت الافلام دي على اشرطه فيديو، فبقى كل واحد يقدر يشتري الافلام ديت ويتفرج عليها في البيت. فاكر فيلم ثقافي؟ هو ده كان الحال بره في الثمانينات. الفيلم ده كان في الالفينات، وركز معايا في التواريخ عشان هنحتاجها في الربط في موضوع ايبستين. المهم بقى لقوا برضو المشاهدات كانت قليله، ما انت لازم تجيب الشريط والفيديو والتلفزيون وتقعد في الصاله تتفرج ومحدش يتفرج عليك ومحدش يشوفك، فاحنا عاوزينها اكتر خصوصيه. في التسعينات بقى ظهر الوحش الكاسر الانترنت. هنا بقى الاباحيه انطلقت زي الصاروخ، ملايين بل مليارات المشاهدات. ما خلاص، ما احنا حققنا اكبر قدر من الخصوصيه، وبدل ما الواحد ما كان بيسمع فيلم كل اسبوع او كل شهر عبال ما يظبط ظروفه، دلوقتي بضغطه زر يقدر يتفرج في اي وقت في اي مكان. شفت الموضوع تطور ازاي؟ والموضوع ما وقفش لحد هنا، الناس في المجتمعات الغربيه كان عندهم انفتاح رهيب وكسروا هيبه الاسره، وان عاد الراجل يصاحب بنات والبنات تصاحب رجاله. فبعد فتره الناس دي ملت، والموضوع ده ليه سبب طبي هنقوله بعد شويه. المهم حبوا يكسروا الملل ده، فبداوا يدوروا على ممارسات جديده زي الجنس
الجنس الجماعي وتبادل الزوجات. بعد كده برضه حصل ملل فتطور الموضوع للشذوذ. ما هو عايز يكسر الملل ده باي شكل، وبرضه لسه الملل موجود، فاتجهوا للحاجه الكارثه الاكبر اللي هو موضوع ايبستين. فتحولوا لحاجات اقل من الحيوانات، لان الحيوانات نفسها مش بتعمل كده. خلي بالك، تعرف ان من 100 سنه كان في فيلم امريكي كان في مشهد فيه قبله، الناس هاجت وماجت وقالت ايه الفيلم الاباحي ده وغلط تعرضوه على الناس. دلوقتي انت متفاهم ان عادي الاباحيه تبقى موجوده في كل بيت وفي كل مكان، ومش مستغرب من كده. ده انت خلاص حصل لك تعود وبقى الموضوع طبيعي بالنسبه لك ومش بتستهجنه، انت كراجل مسلم في مجتمع مسلم. طب سؤال، هو الموضوع ده كان عفوي بس عشان تقدم التكنولوجيا؟ الحقيقه لا، ده كان متخطط له ومتظبط على ايد اسوأ الخلق. عارف مين؟ ابليس نفسه هو اللي عايز يغرق الانسان في الوحل ده. تعرف ان اول حاجه ابليس عملها للانسان ان هو خلاه عريان. لما سيدنا ادم اكل التفاحه اللي ربنا سبحانه وتعالى قال له ما تاكلش منها، اتنزع عنه ثيابه. شفت الشيطان عايز يوصلك لايه؟ كل ما يحصل عري اكتر كل ما بتقرب بالشيطان اكتر، علشان عاوز يخضع الفطره السليمه للانسان. انت عارف طبعا ان ابليس كان بيجيب ناس مشهوره وناس صاحبه قرار ويخليهم يعملوا الحاجات الغريبه دي ويصورهم ويبتزهم، يعني تخطيط مجرم من كل الجهات. طب ممكن تسال وتقول يا عم انا مالي ومال الكلام ده كله، هو انا اعرف الراجل ده منين يعني؟ كده كده الراجل ده مات يعني. احب اقول لك ان ابليس مش المظهر الوحيد للشذوذ، في اللي اخطر منه ولسه موجود لحد دلوقتي، اللي هو الدارك ويب، اللي بيحصل عليه أسوأ بكتير، اللي اتجار بالبشر حرفيا، وناس معاها فلوس بيدفعوا فلوس كتيره جدا لناس تانية عشان تعمل الحاجات القذره دي قدامهم ويصوروا نفسهم. والكلام في الموضوع ده متعب جدا. فانت بفرجتك على الافلام الاباحيه ديت انت مدخل نفسك في سكه صعبه جدا. في الاول بتشوف مقاطع عاديه تاخد دوبامين فبيقل، فبتحاول تزوده تاني فيقل تاني، فتروح للدارك ويب وتعمل من نفسك ايبستين جديد. وبمناسبه الكلام على الدوبامين، تعال نتكلم بقى طبيا ازاي بيسيطروا علينا بموضوع الاباحيه ده، وازاي بتكون مسلوب الاراده. مخ الانسان فيه مراكز كتير وكل مركز مسؤول عن حاجه معينه وبينشط في ظروف معينه. فالعلماء عملوا ابحاث عن تاثير الاباحيه في المخ، لقوا معلومه صادمه ان المراكز اللي بتنشط وقت مشاهده الافلام الاباحيه هي نفس المراكز اللي بتنشط عند تناول المخدرات. بص معايا كده، في مركز في المخ اسمه الاميجدالا، ده مسؤول عن المتعه الفائقه والنشوه الغير طبيعيه اللي بتحصل لك لما تشوف حاجه ممتعه لاقصى درجه. بيشتغل ازاي؟ ساعه الفرح الشديد بيفرز دوبامين، الدوبامين ده بيجي على المستقبلات العصبيه في الخلايا العصبيه، فبيدي احساس بالسعاده مؤقت شويه ويرجع مكانه تاني من المكان اللي طلع منه، فبترجع انسان طبيعي. المخدرات بقى بتعمل ايه؟ بتمنع الدوبامين ده انه يرجع لمكانه تاني ويفضل موجود على مستقبلات الخلايا، فبالتالي بيحصل عندك شعور بالسعاده مستمر. اهو المواد الاباحيه ليها نفس التاثير ده. وطبعا عارفين انك لما تتعرض لحاجه باستمرار بتفقد الاحساس بيها وبتحتاج جرعه اعلى علشان خاطر تحس نفس الاحساس اللي حسيته اول مره. اهو شفت مقدار المتعه اللي حسيتها لما شفت اول فيلم اباحي؟ انت عاوز توصل نفس القدر من المتعه دي، فبتعمل ايه؟ فبتعلي الجرعه، بتقعد مده اطول وبتشوف حاجات اكثر تطرف لحد في الاخر ما كميه مخك بتبوظ خالص. بيوصل بيك الحال انك تتفرج على الحاجات بتاعت ايبستين ديت وبعد كده للاسف ممكن تكون انت نفسك بتعملها. شفت ازاي ان مشاهدتك للافلام الاباحيه بتحولك انك تكون شبه ايبستين؟ بس انا مش زي العالم دي، انا واحد بس كان نفسي اتجوز بس ما عرفتش، وبحاول اصبر نفسي يمكن ربنا يكرم واتجوز او يتوب عليا. حلو قوي انك بتفكر بالطريقه دي، ده معناه انك انسان كويس من جوه، بس للاسف ده مش حل. وما تفكرش نفسك في مأمن من البلاوي دي. الاباحيه مش بتمنعك من الزنا، بالعكس دي بتسهله عليك. انت لما تهون حرمات الله في عينك واحده واحده بتأدي بيك في الاخر انك تعمل الكبائر. ده غير ان المواد الاباحيه دي بتبوظ كل حاجه جواك، بتلعب في كميه المخ، لان ببساطه الدوبامين اللي طالع ده مش بيشتغل بس على المكان بتاعه ده، لا ده بيشتغل في اماكن تانية في المخ زي منطقه الفص الامامي من المخ. المنطقه دي مسؤوله عن الذاكره والتخطيط واتخاذ القرارات. لما بيجي لها دوبامين بنسبه كبيره بيبوظ الموضوع ده، فبتتحول لانسان مكتئب، قلقان، متردد، مش عارف تعمل حاجه، مش عارف تتخذ قرار، انطوائي، اناني، مش شايف غير نفسك، ضعيف الشخصيه، عصبي، عدواني، مهموم، وفي نفس الوقت عندك لا مبالاه باللي حواليك، مش عارف تركز، بتنسى على طول، عندك وسواس قهري بيحسسك ان مالكش قيمه، مفيش حافز، بتتلعثم في الكلام، واخيرا ممكن الموضوع يؤدي بك للانتحار. ياه كل ده؟ لا انا لازم ابطل على طول. احب اقول لك للاسف مش هتقدر. ليه يعني؟ تعرف ان في موقع اباحي واحد عمل احصائيه في سنه 2016 على عدد الناس اللي زاروه، لقوها اكتر من 23 مليار مشاهد. عملها تاني في 2017 لقاها اكتر من 28 مليار مشاهد. لما عملها بقى في 2018 عارف لقاها كام؟ اكتر من 91 مليار مشاهد. خلي بالك ده موقع واحد، انت متخيل الرقم؟ تعرف ان الافلام الاباحيه دي بتجيب في امريكا بس ايرادات اكتر من 97 مليار دولار سنويا. عارف الرقم ده بيصرف على ملايين الناس، من ممثلين ومنتجين ومونتاج ومخرجين ومحررين ومندوبين دعايه ومصممين مواقع ومصممين مكياج. فالناس دي اكل عيشها هو الاباحيه، والمستهلك بتاعهم هو انت. فما تفكرش انك تقدر تبعد عنهم بسهوله، او هم حتى هيسمحوا لك انك تبعد، لانك حرفيا بتيجي على اكل عيشهم. فالموضوع صعب جدا. يعني خلاص مفيش امل ابطل؟ مين قال كده؟ انت معاك اللي مش مع اي حد، معاك ربنا سبحانه وتعالى. انت مش مسلم واحد بالله ولا ايه؟ ربنا خير معين، وكمان اداك سلاح فتاك محدش هيقدر يقف قصاده. عارف هو ايه؟
رمضان. فواحده واحده معايا كده، صلي على النبي وركز معايا. في البدايه انت لازم تعترف ان عندك مرض. الاباحيه دي مرض وذنب خطير في حق الله سبحانه وتعالى. ما انت لو لسه مش مقتنع ان الاباحيه دي مرض وحاجه خطيره جدا ومحتاجه علاج، يبقى كل اللي بعد كده ملوش لازمه. اعترف بالمرض وشوف العلاج وتعالج. طب العلاج ده عباره عن ايه؟ واحد، الدعاء واستحضار معيه الله. لازم تعرف ان ربنا سبحانه وتعالى مالك هذا الكون وهو المدبر لكل شيء. اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. احنا مهما تعبنا وعملنا واجتهدنا مش هنعمل حاجه الا بمشيئه ربنا سبحانه وتعالى. فقول يا رب دايما وان شاء الله ربنا هيساعدك. 2، الاراده. لازم يكون عندك اراده وعزيمه، ولو فشلت 1000 مره حاول 1001. وخلي بالك انك في كل مره بتحاول بتاخد ثواب جديد، لانك لما تكون عزمت على التوبه بجد وبنيه صادقه بس الشيطان غلبك بتاخد ثواب، فبتنوى تاني وتاخد ثواب تاني. طول ما انت بتحاول انت صح. 3، اياك والفراغ. اكتر سبب لمشاهده الافلام الاباحيه ديت هو الفراغ. لو انت مشغول مش هتلحق تفكر في اي حاجه اصلا، او على الاقل هتقلل جدا من الفرجه. لو قللت بنسبه 1% ده مكسب بالنسبه لي. لازم تدور على حاجه تشغلك، شغل، دراسه، اي حاجه، المهم ما تقعدش فاضي. 4، العبادات. عاوز اقول لك ان ليها مفعول السحر وربنا بيعينك بجد. اكثر من العبادات، ربنا ان شاء الله هيساعدك ويعفو عنك وهيساعدك ويقويك. خليك دايما طاهر للصلاه، اوعى تكسل فيها. الصلاه بقى هتطهرك تماما. ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. 5، نيجي بقى للوحش السيف البطار الذي لا يشق له غبار. شهر رمضان، شهر البركات والرحمات. اهو ربنا سبحانه وتعالى جاب لك مساعد لحد عندك هيسهل لك الدنيا تماما. حديث الرسول عليه الصلاه والسلام: اذا كان اول ليله من رمضان صفدت الشياطين. يعني مفيش حد هيوسوس لك، انت ونفسك بقى. والحسنه في الشهر ده باضعاف ممن سواه. الشهر ده عباره عن سوق ضخم والبضاعه ببلاش. املى في حجرك وامشي. استغل الشهر ده كويس، ولو قدرت تطلع من رمضان نظيف هيبقى سهل عليك ان شاء الله تبطل بعديه خالص. 6، الصحبه الصالحه. لازم تبعد عن اصدقاء السوء اللي دايما كل ما يلاقي لك يقول لك شفت الفيلم الفلاني، شفت فلان الفلاني طلع عليها فيلم جديد، شفت فلان الفلاني طلع عليها فضيحه جديده. ابعد عن الناس دي لو عايز تنضف وتتعالج، وصاحب ناس كويسه تعينك على الطاعات. 7، ابعد عن المحفزات الجنسيه. يعني انت لو عارف ان في حاجه معينه لما تعملها بتخليك عاوز تتفرج على حاجات اباحيه، بلاشها خالص. حتى لو وصلت انك تقفل التليفون تماما. استحمل 21 يوم بس، وان شاء الله لو قدرت هتقدر تعمل كل ده بعد كده من غير مشاكل. لان اي عاده لو قدرت تمنع نفسك عليها 21 يوم سهل جدا بعد كده انك تأقلم نفسك عليها. 8، الرياضه. لازم تمارس الرياضه، اي رياضه ان شاء الله حتى تلعب بيلي، المهم تخرج الطاقه اللي جواك دي في حاجه مفيده، هتسهل عليك جدا موضوع الاقلاع. في النهايه الاباحيه ادمان، لو تساهلت معاها ممكن فعلا تتحول انك تكون ابستين جديد، وممكن اسوأ كمان. فلو خايف من المصير ده ابعد عن الاباحيه واستغل رمضان، هيساعدك جدا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. انا كده خلصت. السلام عليكم.